1990. المغرب يتصدر قائمة البلدان المستوردة للشاي الصيني الأخضر. بلغت الكمية المستوردة منه حوالي 60,000 طن في السنة. هذا القطاع يشغل آلاف الأشخاص داخل الشركات وخارجها من خلال بائعي الشاي، وكذا بالنسبة لمن اختار مهنة مرتبطة بشكل مباشر بالشاي. ما هو هذا السوق وما هي فرص الربح التي يوفرها الشاي عموماً؟ سوق دار بوعز الأسبوعي الكائن بضواحي مدينة الدار البيضاء، من بين المواد التي تباع هنا هناك الشاي. هذا مزيان، كلام مزيان السوق، حسب السوق حسب التي حسب الجودة. كاين مزيان، كاين عيان، كاين 200 غرام، كاين 250، كاين كيلو، كاين نص كيلو، كاين 15 درهم، كاين 17، كاين 19، هي الاخرى 200 غرام 250 غرام. كاع مزيان تاكل الخبز. كانت عيانه كاين قليل من السلعه عيانه. هذا يديها هذه كرام، ماشي يديها لهم وقت ما يديهاش. خدام كان عمرتاي، واحد يخلصك واحد ما يخلصكش، مره نخدموا مره طال معاش وصافي. كاين السير 50 براد 40 براد 60 براد. شحال كتبيع البراد؟ 100 ريال. بغض النظر عن المداخيل، عديدون هم من وجدوا في الشيء ضالتهم. السلام عليكم. خير مثال على ذلك هو حميد الذي استضافنا في بيته لكي يطلعنا على طبيعة عمله المتعلق بشكل مباشر بالشاي. كنعمل هادشي ديال التاي، الشاي التقليدي. في جميع المناسبات وجميع الحفلات. هذه أول صورة التقطت لحميد في أول عرس يشتغل به قبل أن يندمج كليا بهذا المجال. الوقت اللي نجحت لي هذه القضية وليت مشهور مع الناس كاملة. كاع اللي عنده شي مناسبة، عنده شي عرس، عنده شي حفلة، كيعيط عليا كيديني وكنمشي نخدم عنده. مرت 15 سنة على هذه الخطوة التي خطاها محمد بهذا الميدان، خطوة جعلته يكتفي بالمداخيل التي يحصل عليها. مسيرين مع الأجرة ومسيرين مع الناس، وهذا يعطيك شوية، هذا يعطيك قليل، هذا يعطيك كثير، وغاديين معاها ومعيشين بها الوليدات، معيشين الوليدات ومعيشين الوالدين ومعيشين معنا ناس اخرين حتى هما، ماشي زعما غير عايش انا بوحدي فقط، عايشين معايا ناس اخرين. حوالي 2000 درهم هو أقصى مبلغ ممكن أن يتقاضاه حميد مقابل خدمته هذه. القليل اللي كتخدم مع الانسان كتخدم معاه بديك 50,000 فرانك، 30,000 فرانك، 40,000 فرانك، وغادي ماشيين مع المعيشه. أيام الصيف تعوض عن الأيام التي لا يستطيع الحصول فيها على زبناء. واحد الوقت اللي ما كتكونش الخدمه كاع نهائيا، كتبقى مريح، كتجيك واحد الصدفه يمرض لك دري او تمرض لك الوالده او اسميتو، خاصك باش تشري لهم الدواء، خاصك باش تدي للطبيب، خاصك بزاف ديال الحوايج، او يجيك الضوء والماء ما تلقى باش تخلص، فهمتي؟ ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد، الفضل ديال الوالدين وفضل الله بعدا، راه الحمد سيدي ربي ونشكروه. خلال أيام الذروة يمكن لأرباح حميد أن تصل ل5,000 درهم في الشهر، إلا أنه يتحسر على ضياع التقليد الذي كان يرافق مراسيم تحضير الشاي. خلاو الناس الاولين قال لك العمل فين كاين؟ الجدين في اليدين، في اليدين ماشي في الخدمين، فهمتي؟ راه في اليدين. زمان كانت النخوه، كانت البركه زينه، كان داكشي تقليدي، كانت الا كنتي بركه مع الناس ماشي بحال هاد البركه ديال دابا. الناس ديك الساعه كانت الا ما كانتش عندك الصينيه بحال هادي ما كتسماش دايرتي، الا ما كانوا عندك العماير بحال هكا ما كتسماش دايرتي. رغم القول أن هذا التقليد بدأ يندثر، فتجارة بيع المنتجات المرتبطة بطقوس تحضير الشاي ببلادنا لا زالت تعرف إقبالا مهما، الشيء الذي أكده سي محمد المعروف بولد بابا المتواجد محله بمنطقة الحبوس بالدار البيضاء. والبيع والشراء كاين،
واش الصواني التقليدي باين يعني مازال التقليدي يعني ديما خدام. كاين مادام ما يجيش يقول لك ما يعني ما تيتباعش هادشي تيتباع، يعني ضروري الصينيه وضروري البراد وضروري الكيسان وضروري الطاس وضروري العماره فهمتي، يعني باش يتقوم البراد تاعتي. الوالدين عندنا الصواني يعني الطاس الطبيقه بابور يكون حتى المجمر، يعني دابا الدور ولاو صغار ما بكري تكون الدار كبيره تكون المجمر ديال العماير وديال فهمتي. مثلا المراه كانت تجي تجهز بنتها تدير لها هادشي، تدير لها العماره والصواني والبراد، يعني تديهم العروسه تديهم المحله ديما هادشي يعني مطلوب. أقل ثمن لشراء براد ذو جودة عالية هو 200 درهم كهذا البراد مثلا. هاد البراد تكون يعني براد تقليدي، تكون ثقيل مزيان، نوع الجوده مزيانه، تصاوب من المعدن الاصلي. وكاين دابا اللي تيصاوبوا غير النحاس وتيفضوا، هذا هو الفرق ما بين كاين. الوقت تغلى شويه كل حاجه، لا كل حاجه الثمن. هادشي راه كان بكري كنا نبيعو حنا ب 70 درهم 80 درهم، واحد الوقت اللي كنا عاقلين حنا كنبيعو ب 70 درهم 80 درهم، كان شويه الوقت رخيصه. دابا الوقت غلات، ما كاين البراد ديال 80 درهم كاين ديال 70 درهم، دابا عاوتاني ولا تيجي الشينوا غير مصبوغ، هذا هو الفرق اللي كاين دابا. وكاين دابا العماره كاينه 600 درهم، كاين 700 درهم، كاين حتى 1000 درهم، وكاين 400 درهم، ماشي على حساب قلت لك تختار الخدمه على بالجوده. في المناسبات الا كان بحال دابا شي عرس او كانت شي حاجه كندي المسائل ديالي، كندي الدوزان ديالي كامل، الماتيريال ديالي كندي الصواني ديالي كندي البرد ديالي، ما نخدمش انا بخدام الناس. اما بحال في المناسبات الا كان عندي شي خدمه في لوطيل، بحال دابا في المناسبه ديال لوطيل كيجيبوا لي هما الماتيريال ديالهم من روسهم، بالبركه ديالها، بالدوزان ديالو الصينيه، بكيسانها، بالعماير ديالها، بكل شيء ديالها. ما يمكنش بنادم يستغنى على اتاي، لان اتاي ضروري تمشي. الا مشيتي دخلتي لشي دار كتلقاي اتاي، مشيتي للقهوه كتلقاي اتاي، في اي بلاصه مشيتي لها كتلقاي اتاي. كنعمل انا اتاي حبوب، فهمتي، اتاي حبوب اللي كندير انا، ما نخدمش انا الشعر. دابا اللي كاين ولكن لا بد من الخدمه هو هذاك المكركب، راس كنقولوا حنا راس النمله، هذاك المكركب هو اللي كنبغيوه. منطقة سيدي موسى بن علي حيث بيت البياض الذي يستضيف اليوم بعض أفراد العائلة. الصبر كان دابا ولا اتاي كيخرج منه ذاك الكاركير بحال هذا هو هادشي ما كانش بكري. كاين لا ما كانش. لا ما كانش. أسرة البياض تستهلك حوالي كيلوغرام من الشاي شهريا. غالي بزاف، غالي. دابا كيدير 300 400 قلات للرابعه 30 درهم. بكري الا كنتي خديتي 3 درهم اضربك 3 ايام ولا 4 ايام حتى كطيب. اما دابا راه عرفتي دابا الباكيه الكبيره عرفتي شحال تدير، كدير شي 360 ولا 400 الباكيه ديال 250 غرام، 360 ريال الرابعه، وما كاين والو. اما بكري كان تاي، وكان عتي الصحراء كيقول حنا تاي الصحراء صندوقه كبيره فيها 50 ولا 60 كيلو كيبيعوه، يبيعك الديطاي بغيتي 40 ريال، بغيتي 60، بغيتي 100، بغيتي رابعه، وكيجي تاي. ما دابا ولا تاي وبالكرتونه بادي، ولكن هذا اللي خصها. اولا اتاي تقدر تعرفو بالشوفه، وقدر تعرفو كيف تنديرو زمان بالشمان. تتشم اتاي عنده واحد الريحه ديالو اتاي المزيان بحال المكركب او الشعره، عنده امتياز خاص. هذه من جهه اخرى ملي تتعمر تتشلو خطره او جوج على حسب اتاي. كاين اللي اتاي اللي تقدروا تشلو 3 الخطرات وكل خطره تيخرج نفس الشيء. علاش؟ علقاش مع الاسف ربما ماشي علقاش يضيفوا ليه شي مسائل اخرى اللي تجعلو ديما وقت ما ولكن خصو يتغسل اتاي. انا ضد هذيك الفكره ديال تنشوف انا بعض الناس ملي تتحط لهم الصينيه تيعمر اتاي وتيكب باش يشلل، تيخلي شويه هذيك التشليله الاولى تيخليها عاود يرجع للبراد. انا من شخصي المتواضع تنعمر اتاي وتنقيم الصينيه. بوجمع الموجي هو رئيس العلاقات الخارجية لجمعية حماية المستهلكين الموحدين بالدار البيضاء. الناس تيشوفوا المن غتعطى الصينيه وتيردوا البال لهذاك السيد اللي غيعمر الصينيه اللي غيعمر اتاي. اشنو تيعمل؟
كيفاش جالس، كيفاش تيتحرك، واش غسل يديه واش ما غسلش يديه. لقاش اتاي ماشي شبعه، اتاي نشوى، اتاي راه غير شويه في الكاس، خص صبع، جوج الصباع ديال اتاي وجوج الصباع ديال الكشكوشه والصباع خاويين. اليوم هادشي قلال عندنا اليوم في الاقاليم الجنوبيه. الا جلسوا الناس تعمروا اتاي راه 3 سوايع باش يمكن نوضوا على الصينيه. الا كانت اي مناسبه ما نفلتوش هاد الجلسه ديال الصينيه، لقاش الجلسه ديال الصينيه راه تيقولوا زمان تيقولوا بان تيحطوا عليها اللوح.